مالك يا دياستي؟ يو، في ايه يا دياستي مالك؟ بقول لك يا زناد، سيبيني في حالي، بلا مالي بلا عيالي، عشان كل شيء بيحصل من تحت راسك انت. تحت راسي انا؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. انا نفسي افهم انا دوري ايه في الحياه. اشتغل بوسطجي الصبح وبالليل مساعد ساحر، هي دي قيمتي في الحياه؟ عارفه يا زينات انا عامل زي ايه؟ زي قفل الصندوق ده بالظبط. شكله من بره قفل، لكن في حقيقه الامر هو قفل مزيف، وانا مش حابب اكون مزيف. انا ما اتخلقتش عشان تبقى دي حياتي، انا اتخلقت عشان اكون بطل كل الناس تفخر بيا، مش لما اروح اطلب ايد واحده ابوها يقول لي كونك ايه انت عشان تطلب ايديها. انت السبب يا زينات، انت اللي خليتي الزعيم بني ادم تاني، بدل ما يبقى بطل وفدائي بقى شغال مشخصاتي وساحر، ومش بعيد بعد شويه تشغليه بهلوان. وانا ايه دخلي بالحاجات دي يا دياستي؟ وبعدين انا عرفت من عمر افندي ان هو ولا شغال فدائي ولا الكلام اللي انت بتقوله ده. استسلم، حب الدنيا عشانك، حبه ليكي نساه حب الوطن. هو عمر افندي حكي لك حاجه؟ من غير ما يحكي لي يا زينات، كل شيء واضح. والله انت اللي قمر وزي العسل كمان. يبقى تعالى اشوفك، يبقى عدي عليا. ومين ده اللي يجي يشوفها؟ طيب يا حبيبي. مين ده اللي حبيبي كوليه؟ وانت مالك؟ هو انت مش قلت لي انها زي امك؟ وعشان زي امي يبقى اتكلمي رجاله؟ ايوه كلم رجاله براحتي، مالكش فيه. لا ليا فيه بقى. بأمارة ايه؟ بأمارة اني ما بحبش امي تكلم رجاله. طب بما اني بقى زي امك فانا ممكن اعمل امك بجد في اللحظه دي واروح قلع الشبشب ده ومنزلاه على دماغك. مالك يا صبري؟ انا كنت بهزر معاك على فكره، وانت فاكرني هضربك بالشبشب بجد؟ انا مش متضايق منك انت، انا افتكرت حاجه كده ضايقتني شويه. ايه اللي مضايقك يا اخويا؟ طب احكي لي. كنت انا عيل صغير، ابويا طلق امي وسابنا وسافر، راح ورا واحده اجنبيه، وامي جالها عريس اشترط عليها، قال لها يا انا يا الواد ده ما يبقاش معانا. وامي وافقت، راحت واخداني من ايدي ورمياني عند عمي في الدكان، قالت له ابن اخوك يخصك، وسابتني ومشي. طبعا انا عيل صغير ومتعلق بامي جامد، فضلت اجري وراها، ياما ياما خديني معاكي، ومكلبش في رجليها وقافش. راحت قلع الشبشب زي ما انت ما عملتي كده ونزلت بيه على وشي. دي كانت اخر مره شفتها فيها. بس انا مش امك يا صبري، والولد اللي كان بيكلمني ده ابن اختي، وكنت بقول له بقى تعالى عشان اشوفك. بجد؟ اه بجد. بس انا لو جالي عريس هتجوز يا صبري. ومش هتاخديني معاكي؟ يلا بقى عايزين ناكل بقى، يلا. هو انت ما عندكش دم؟ يعني هو انت بعد كل اللي قلته ده في نفس تاكل؟ مفيش احساس؟ مفيش صح؟ لا مفيش. بقى في ام تسيب ابنها من غير فطار لحد دلوقتي؟ فطريني طيب. امسكي يا سمير، خدي. وانت كمان يا سميحه. وانت يا رشيل خدي. وانت يا سيده، مع انك ما بتستحميش بس خدي انت كمان. ده ايه الكرم ده كله؟ ده من امتى بقى؟ من امتى ايه؟ جرى يا رشيل، انا طول عمري راجل كريم وسخي، واللي في ايدي مش ليا والناس كلها عارفه كده. ايوه على يدي. جراسي شلهوب، ما احنا عارفين اللي فيها يا اخويا، ده انت القرش بيطلع منك بالضالين. ما تجيب من الاخر كده وتقول لنا انت بتدينا الفلوس دي ليه؟ راجل كريم وعايز يبسط الناس اللي حواليه. بقول لك ايه يا اخويا، هي الحدايه بتحدف كتاكيت. ما تقول لنا انت بتدينا الفلوس دي ليه ولا انت بتتكسف؟
كسف. طب حس كده بقى، انا بديكوا الفلوس دي علشان تحسنوا صورتي بين الناس. قلت لي بقى هو الموضوع كده. ايوه كده، انا عايز الناس كلها تعرف ان انا سبعه غضنفر، مفيش مني اتنين. طب ويا غضنفر هنقول كل ده بس؟ بقول لك ايه يا سميره، انا ما بحبش الطمع، وبعدين حسوا بيا، حسوا بيا. هو انا كنت كده؟ انا كنت بهد جبال. خلاص ما تعيطش، هنقول عليك 7 رجال. جدع يا بنت يا سميره، جدع. هو ده العشم برضه، ما جاتش منك يا رشيل. سد يا اخويا سد. قلتوا لي انا ايه يا اولاد؟ 7. ايه؟ 7. مش سامع. 7. قلتوا لي انا ايه؟ وحش وسيد الرجال. يا ما شاء الله يا ما شاء الله 7 والله غضنفر. ملاف السعد يا سيدة، هو انت بتستحميش وكمان غبية؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار أبيض. ألف حمد لله على سلامتك يا 7 الرجال. ألف حمد لله على سلامتي من ايه يا لامع؟ ما أنا طول عمري 7 وسيد الرجال. طبعا يا سي شلهوب، هو حد يقدر يقول غير كده؟ ده انت مفيش منك 2 يا اخويا. طب احكي له وفرحني يا واحد. لا أنا ما أحبش أتكلم عن نفسي، هما بقى يحكوا لك بالإذن، عشان عندي ميعاد مع البت ثانية هقاو صديقة الطلبة، زمانها قاعدة على نار. طب ذاكر لها كويس يا أسد. بقول لك إيه يا بت، انتوا إيه؟ طلعوا نص اللي اداهولكوا جوه عشان تطلعوا تقولوا لي الكلام. وانت عرفت منين ان هو ادانا حاجه جوه؟ عيب عليك يا سميرة، ده أنا لامع اللامع. أحلام، سيدي ياسطي، ايدي يا سيدي ياسطي. مالها؟ سيبها. ما تسيبيها انت شوي. بص يا سيدي ياسطي، انا جايه لك من ورا علم ابويا، لو رجع البيت وما لقانيش هيطين عيشتي. انا جايه عشان اقول لك. قبل ما تقولي أي حاجة يا أحلام، أنا ما صدقت أشوفك، وهعمل لك مفاجأة. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ جايب لك هدية. طب سيبك من الهديه دلوقتي واسمعني، انا عايزه اقول لك. والله ما انت رافضاها، ده انا فضلت طول الليل فكري مشغول. اجيب لك ايه يا احلام؟ يا دي قصدي تجيب ايه الاحلام؟ قلت لازم اجيب لك هديه تليق بمقامك، هديه العشاق، هديه المحبين، هديه. هاديني ودنك انت واسمعني، انا عايزه اقول لك حاجه مهمه والله. والله العظيم ما انت رافضاها. غمضي عينيكي اذا سمحتي. حاضر، بس بسرعه من فضلك. غمضي، ما تفتحيش يا احلام. حاضر. خلاص. لسه.